ديال تزغليلت والكهول ديالهم والنساء. كنشكروا الجميع على هذا تضافر الجهود ديالهم والوقفه ديالهم، الوقفه ديال رجل واحد. وتنهنيو مولانا امير المؤمنين جلاله الملك محمد السادس بهذا النصر المتين، لان هذا الاسبوع بالنسبه لنا هو الاسلوب ديال النصر او الاسبوع ديال النصر بعد ما انتصرنا الحمد لله في كاس العالم للشباب، انتصرنا في الامم المتحده، واليوم صبع لنا اليوم ديال الوحده الترابيه. والحمد لله في الطريق يعني المجيء هي الشرقيه، الصحراء الشرقيه حتى هي ماجيه. وان شاء الله حنا كننتظروا الاصدقاء ديال المملكه المغربيه باش يدعمونا باش نحصلوا على المقعد الدائم في الامم المتحده. وبهذه المناسبه هذه اللي كنشكروا جميع الناس اللي دعموا المملكه المغربيه دعما قويا. حنا عرفنا بان مرينا بعده مراحل قبل هذا النهار، يعني كانت واحد المجموعه ديال الاعداء كتحاول تمس يعني بالرموز ديال المملكه من الناس اللي في المحيط الملكي ومن الامراء والاميرات ومن القيادات العسكريه ديالنا. ولكن الحمد لله الشعب المغربي على الحقيقه ديالو لان شعب واعي، شعب تيقوم بتحليل جميع الظواهر اللي كتعرض لها. فعلا تعرض المملكه المغربيه تعرضت لواحد مجموعه ديال الهزات، والشعب المغربي بين واحد القضيه قويه. وهنا يعني في اقل من الاسبوع كان عندنا صراع ما بين الاداره وما بين الشباب، ومن بعد يومين كيبانوا لي الشباب ديالنا تيعطيو الورود لرجال الامن. وهذه راه كافيه تكون رساله للعالم بان حنا ملكيين، حنا مغاربه، حنا راه متجذرين في التاريخ. والامبراطوريه المغربيه راه عندها 12 قرن، راه ما صنعتها شي فرنسا ولا صنع الحزب الشعبي الاسباني ولا شي حزب اخر، راه صنعتها التضحيه ديال الشعب ديال المغربي منذ سنين، منذ قرون. والمملكه المغربيه راه امبراطوريه متجذره في التاريخ. وشكرا للجميع، ونهنئ الجميع بهذه المناسبه السعيده، استرجاع ديال الوحده الترابيه ديالنا اللي ولات يعني كتعبر على الاراده ديال الشعب ديال المغرب اللي عبر يعني بصراحه وضحى لمده 50 عام. وفي الاخر راه توصلنا لنتيجه محقه، وهي ان الصحراء مغربيه